هل نرى إسرائيل دائما كدولة قوية لا تقهر ولا تمس؟ لكن الحقيقة ليست كذلك. هذا الفيديو سيكشف نقطة ضعف إسرائيل التي يتم تجاهلها واحدة تلو الأخرى. 1. نقطة ضعف: هشاشة النظام العسكري. نظام القبة الحديدية الشهير عالميا للدفاع الجوي في إسرائيل يعتبر مثاليا، لكن في 2021 و2023 فشل النظام في إسقاط مئات الصواريخ. وصلت العديد من الصواريخ إلى مناطق السكن. النظام ينفق عشرات الآلاف من الدولارات على كل صاروخ، بينما الطرف الآخر يضغط عليه بصواريخ تكلف مئات الدولارات فقط. أي أن التكنولوجيا موجودة، لكن التكلفة عالية والنجاح ليس مضمونا. 2. نقطة ضعف: الاضطرابات الداخلية والانقسامات المجتمعية. إسرائيل مثل قدر يغلي من الداخل. المجموعات الدينية، العلمانيون، الأقلية العربية، واليمين المتطرف في صراع مستمر. في 2023 محاولة الحكومة للسيطرة على القضاء أثارت احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد. توقف الجنود عن أداء مهامهم ونزل الناس إلى الشوارع. كيف لدولة تعيش مثل هذه الاضطرابات أن تكون مستقرة؟ 3. نقطة ضعف: فقدان الصورة الدولية. السياسات التي تتبعها إسرائيل لم تعد تزعج المنطقة فقط، بل العالم كله. تتهمها العديد من الدول بوضوح بانتهاكات حقوق الإنسان. حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطعات جامعية، دعاوى في المحاكم الدولية تتزايد. أقوى درع للدولة هو الشرعية، وإسرائيل تفقد هذا الدرع يوما بعد يوم. 4. نقطة ضعف: هشاشة اقتصادية. نعم، إسرائيل دولة تقنية متقدمة، لكن هذا لا يعني دائما اقتصادا قويا. الحرب المستمرة، ميزانية الأمن، الإنفاق العسكري يضغطون على الاقتصاد. الأزمات السياسية والانقسامات الاجتماعية تخيف المستثمرين الأجانب. التوازن الاقتصادي على وشك الانفجار. 5. وأكبر ضعف: الجرائم التي ترتكبها ضد فلسطين. بعيداً عن كل هذه النقاط، أعظم عجز لإسرائيل هو هجومها الوحشي على شعب ضعيف. مئات الآلاف من الأطفال في فلسطين أصبحوا بلا مأوى. عشرات الآلاف فقدوا حياتهم، وآلاف تعرضوا للإصابات الدائمة. المستشفيات، المدارس، حتى سيارات الإسعاف كانت أهدافاً. هذا ليس حرباً، بل محاولة ممنهجة لإبادة شعب. لكن بالرغم من كل هذا الظلم والقتل والتكنولوجيا والأسلحة، إسرائيل لم تستطع هزيمة فلسطين، لم تتمكن من كسر المقاومة، ولم تستطع محو آمال الأطفال، ولن تتمكن أبداً.